اليوم يرافقنا محمد. يجلس محمد كي يدرس، تارة ينظر إلى هاتفه، تارة يفكر في مستقبله، تارة يتصل بصديقه، ويمر الوقت ولا يجني شيئا سوى الندم. اليوم أقدم لكم ولمحمد 6 أفعال ستزيد من تركيزنا فعليا. لن نطيل الكلام فدعونا نبدأ سوية. أول محور يقال فيه: طاولتك مرآة عقلك. سأعرض الآن عليك طاولة دراسة وأكل وشرب ونوم، والآن طاولة ثانية. برأيك وحقيقة أي الصورتين ارتحت لها ضمنيا؟ نعم بالتأكيد الطاولة الثانية. التنظيم هو أساس لهذه الدنيا. خلق الله الكون بتنظيم لا شبيه له، خلق أجسامنا بتنظيم محكم، وكذلك عقولنا، خلايا متناسقة مترابطة منظمة، وتأتي في النهاية لتجعل طاولتك مسرح جريمة، مطعما متنقل. لا، لن ينفع الأمر. رتب طاولتك، ضع شيئا واحدا لتدرسه، قلما وورقة، وركز جيدا فيهم. فتنظيم عقلك الإلهي يحتاج أن تقابله بتنظيم بشري كي يعطيك طاقته الكاملة. جملة رهيبة فاعرفها جيدا. اتفقنا؟ ثاني أمر يقول: الماء جندي مجهول. في إحدى التجارب الحديثة أحضروا مجموعتين من الأشخاص. المجموعة الأولى بدأت تشرب الماء بكميات مثالية، أما المجموعة الثانية فتركوها تشرب الماء على راحتها. بعد أسبوع أعطوهم اختبارا بسيطا متشابها والمثير للاهتمام. تحت الأشعة الطبية دماغ المجموعة الثانية أظهر جهدا كبيرا أثناء حل الاختبار، بينما المجموعة الأولى كان الدماغ مرتاحا أكثر. والسبب ببساطة: الجسم يعمل، يفرز مخلفات سامة. إن لم تشرب الماء بكفاية ستتراكم هذه المخلفات في دماغك. والأمر الأهم: كم كأس ماء علينا أن نشرب يا غدير؟ طبيا والكمية المثالية هي 15 كوب من الماء للذكور و11 كوب للإناث، وأغلبنا لا يشرب هذه الكميات. فمن الآن اجعل الماء مشروبا مرافقا لك على طاولة الدراسة. ثالث أمر: 5 دقائق للمراجعة. في بداية كل جلسة دراسية راجع ما كنت تدرس ل5 دقائق فقط. سأريك لما. هذا عقلك من الداخل وكأنه منجم للذهب. هذا النفق هو مسار يصنعه العقل كي يخزن المعلومات فيه. الآن استرحنا لنصف ساعة وعدنا للدراسة، وسنكمل صنع المسار من حيث كنا. فبرأيك ما الأسهل لعقلك؟ أن تقرأ له المعلومات وترشده إلى المسار ليكمله، أو تتركه لوحده يبحث وقد يصنع مسارا من الصفر؟ واضحة جيدا. لذلك قم بمراجعة سريعة لما كنت تقرأ، وهكذا يستعيد عقلك المسار ويكمل فيه. رابع أمر بعنوان: قانون الامتلاء. هناك قانون في الحياة يسمى قانون الامتلاء. هنا لدينا مهمة جميلة وهي قراءة 10 صفحات. تقول لك المهمة: إن أعطيتني ساعة ستنجزني بساعة، وإن أعطيتني 5 لا مانع لدي، سأخذ منك 5 ساعات. قانون عجيب غريب، نعم، ولكنه حقيقي. أية مهمة تتوسع كي تملأ الوقت المحدد لها. لذلك كيف نحتال على هذا القانون؟ لنفرض سندرس ساعة واحدة. حدد عددا كبير من الصفحات لتدرسه فيها، وفرضا 20 صفحة، ودع عقلك يتولى المسؤولية. فإن أنجز نصف العدد فذلك ممتاز. اتفقنا؟ اتفقنا. خامس محور بعنوان: هاتفك في كوكب آخر. سأريك أمرا جميل. جلسنا للدراسة وهذه الصفحة التي نريد دراستها. يجب أن نعطي تركيزا 100%، فلسنا نلعب هنا. بوجود هاتفنا على الطاولة فقدنا 30% من التركيز فورا وحالا. مستغرب؟ سأشرحها لك. عقلك اللاواعي سيبقى يتساءل: متى سيرن الهاتف؟ هل سيأتي إشعار؟ خذ نظرة على فيسبوك. نعم لا أخفيك، هذا ما يحدث لك فعلا. فلذلك اقطع هذا التشويش وببساطة اطفئ الهاتف وضعه بعيدا عنك. والآن سادس نصيحة غريبة بعنوان: قل خيرا لنفسك قبل أن تقول للناس. سأبسط الأمر لك أكثر. علميا ولكل شخص منا عقلان: عقل واعي وهذا ما نستخدمه الآن، وعقل لا واعي يقف في خلفية حياتنا بالكامل. تخيل عقلك اللاواعي الضخم مليء بالسلبية: أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، أنا فاشل. وتريد أن تنجح وتحقق. بالله عليك كيف ستنجح؟
قل دوما لنفسك كلاما إيجابيا حتى لو كنت في أصعب الظروف. قل شيئا جميلا لنفسك، واعلم جيدا أنك تستطيع أن تصل لكل ما تريده. من سبقوك لم يكونوا أذكى أو أدهى أو أحسن منك، هم فقط تمرنوا أكثر، وبالمقابل عليك أن تجتهد أكثر وأكثر. فقط شغل الذي في رأسك واتركه يعمل بكامل طاقته. والآن لنلخص كلامنا ونصائحنا. أولا، طاولة مرتبة تحوي ما نريد أن ندرسه. ثانيا، كأس ماء دائما بجوارك. ثالثا، في بداية كل جلسة راجع ما كنت تدرسه، حدد شيئا كبير لتنجزه. خامسا، الهاتف في غرفة ثانية. سادسا، قل شيئا جميلا لنفسك فإنها تستحق. والآن دوركم، أخبروني هل أفادكم الفيديو ولو قليلا؟ أتمنى ذلك. كان معكم